صباح الخير. ازيك يا منى، بتصوري ايه؟ بصور النخل والفسايل والانتاج ما شاء الله. ما شاء الله. النهارده 6/6/2026. بقالي اسبوعين ما جيتش هنا، يعني من قبل العيد ما جيتش هنا. من اسبوعين كانت الثمره دي طبعا المجدول بتاعنا في بشير سيوه. من اسبوعين كانت كنا احنا بنسربل، كانت الحبايه ربع دي. بسم الله ما شاء الله. الانتاج السنه دي حاجه محترمه جدا. استاذ خالد تنضم معانا. اهلا، ازيك يا استاذ محمد؟ عامل ايه؟ ازاي الصح؟ الحمد لله والله. عايزين نعمل جوله كده، شكل النخل حلو. والله بصراحه شكل الانتاج السنه دي الله اكبر عن السنه اللي فاتت حتى كمان. النخل محمل ما شاء الله، تحميل كويس جدا جدا، اعلى من الليفل المعتاد بتاعه كمان، ودي حاجه مبشره يعني بصراحه. تعالى نعمل جوله بقى لبقيه القطاعات. عندنا شكل الثمر بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. قربي كده زي منا. بتخف فوق بسم الله ما شاء الله. هو الشمروخ مظبوط، يعني في 12 حبايه، مخفوف مش قوي، مخفوف صح علشان خاطر يبقى عندنا احجام كويسه. تعال نكمل جولتنا. اتفضل. ايه رايك في شكل الانتاج السنه دي؟ انا شايف ان الانتاج ما شاء الله يعني حاجه مبشره، يعني النخله محمله بكميات كبيره، وده معناه ان الخدمه والسربله حتى اللي تمت باحترافيه شديده. دي يعني عراجين مخفوفه، دي نخله مش هتقل ان شاء الله. كده لو بنتكلم على كام صباطه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بنتكلم في 11 صباطه. طيب دي لما تطيب مش هتقل عن 10 كيلو تقريبا. بالظبط كده. بالظبط. بسم الله ما شاء الله. وبعدين انتاج السنه دي حاجه كده تشرف. يعني كنا السنه اللي فاتت بنقول ايه، كان عندنا انتاج كتير فكنا بنقول ربنا يسترها ويحمينا من العين. لا صح، فاكر انا ساعتها. السنه دي ربنا حمينا من العين وادانا عائد اكتر من السنه اللي فاتت. تعالى بقى نكمل جولتنا للقطاعات المجدول. الخدمه، ايه رايك في الخدمه الشتويه اللي احنا عاملينها؟ والله الجوهر معموله باحترافيه، يعني وواضح ان كل نخله واخده حقها في المواد بتاعه التسميد ومواد الخدمه، ما شاء الله. وده باين في الانتاج اللي طالع. يعني ما شاء الله. دايما بنقول ان الانتاج هو البرهان الوحيد على جوده الخدمه وجوده النخله وجوده الرعايه. فالمنتج اللي طالع النهائي بيقول ان في جوده عاليه في الاداء بتاعه الخدمه بتاعه النخله والرعايه بتاعتها يعني. ما شاء الله. فاي حد في الدنيا بيحكم على مستوى الاداره او جوده المنتج نفسه من الانتاج، والانتاج بسم الله ما شاء الله حاجه تدعو للفخر بصراحه. الحمد لله، اللهم لك الحمد. فضل من ربنا يعني. تعالى نشوف سيمتريه الانتاج في الصبايط. دي نخله شاهقه، عندها عدد فسايل ما شاء الله، برضه يعني ما لا يقل عن الناس اللي بتقول لك ان هي ما بتجيبش 13 عربون. بالظبط كده، ما بتجيبش غير فسيله واحده في السنه. لا ما شاء الله، دي 6 فسايل. احنا علينا ديت وخدنا منها 3 فسائل السنه دي كمان. وعلينا طبعا عشان بقيه الفسائل تطيب. لا والله حاجه رائعه جدا يعني. وما شاء الله حجم الانتاج يعني انت شايف. امبارح كان عندنا جروب كبير فيه حوالي اكتر من 50 عميل، فبيقول لي دي عمر سنه كام؟ دي عمر النهارده السنه السادسه. بس كل ما تدي خدمه صح، كل ما هتاخد مساحه للشاسيه بتاع النخله او جذع النخل، كل ما يبقى قوي وفي خدمه مظبوطه هتلاقي انتاج. بالظبط كده. الناس بتتكلم في المجدول اقصى حاجه له 40 كيلو 50 كيلو. احنا قدام نخله اهوت. انا عايز اقول لك يعني عراجين فيها شماريخ فيها 7 و8 نخلات. انا عايز اقول لك في فسائل منتجه قوه ودي معناها ان هي حاجه جودتها عاليه جدا. قوه جدا. الخدمه اللي بتتم على الفسائل. بسم الله ما شاء الله. نفس الكلام، دي نخله من النخلات اللي هي ايه، اقل تميزا من النخله اللي جنبها، بس برضو فيها كام عرجون؟ 2 3 4 5 6 7، حوالي 9 أو 10 عراجين. تمام. مالكش دعوه طبعا بالعرجون اللي في الفسيله. مش هنحسبه. اكيد يعني ايه دي؟ لو دي الحجم المتوسط اللي هو بيجيب ايه 65 70 كيلو. انت بسم الله ما شاء الله. يعني الفسائل المنتجه، يعني الفسيله بسم الله ما شاء الله. تعال نشوف ده نموذج من النماذج. يا طبعا هو النخل كله عمره ما بيبقى سيمتريه واحده في عدد فسائله. اكيد وكثافه انتاجه. احنا لو قلنا ان كل عرجون من دول مثلا 15 كيلو او 20 كيلو بعد لا قول سكه 12 كيلو لما يطيب. لو بعد التجفيف وكده يعني لو وصل 8 كيلو 9 كيلو، انا شايف ما شاء الله هنا بتاع حوالي 15 عرجون طالع في النخل. لا بيعدي. احنا السنه اللي فاتت كنا بننزل عراجين كامله بتعدي 12 13 كيلو في صباطه كامله. بالظبط. هي محمله ما شاء الله. ما شاء الله، حاجه يعني تدعو للفخر.
وبنبيض وشنا قدام كل المستثمرين اللي عايز يجي يشوف نموذج للشركه ناجح تمام. وانتاج حقيقي على ارض الواقع بيشوف. يلا ننتقل. برضو خلي بالك في فسايل، يعني في نخل حلو، بس في نخل بيخطفك اكتر. اكيد. يعني تعالى بص، ده نموذج برضو للنخل، بسم الله ما شاء الله، محمله كثافه انتاجيه الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، من العراجين مخفوفه. كل ده احنا انتهينا من السربله كنت قبل لسه العيد. هسألك، معقولة السربلة اتعملت للعراجين دي قبل العيد، قبل العيد، ما خلي بالك يعني لا ما شاء الله المنتج محمل، يعني مش لازم تتعمل قبل العيد، لان آه. احنا النهارده احنا كنا بنسربل وهي الحبايه كانت قد الحمصايه. النهارده في ظرف اسبوعين او 3 اسابيع مع الخدمه والري والشغل، ما ده دليل المعاملات اللي بتتم على جودة الأرض. التلقيح، جودة التلقيح أيوة. هي تديك الأحجام ديت في شهر 5 لا 100% بسم الله ما شاء الله. الحمد يعني لله. التلقيح يعني احنا دايما بنحكم على جودة التلقيح بعد ما بنشيل الأكياس ونشوف الأحجام، فالأحجام مبشرة كلها ما شاء الله إن التلقيح تم باحترافية وفي توفيق. تعالى نشوف النموذج ده، تعالى منا. ده نموذج برضو نخله فيها كثافه انتاجيه من الفسيل وكثافه عدديه في عدد العراجين والانتاجيه، بسم الله ما شاء الله. هنا ما شاء الله احنا شايفين حوالي 10 فسايل في الجنب ده ما شاء الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعلى فكره كل النخل ده اتاخد منه فسائل السنه دي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بس طبعا ايه، انت احيانا لما تبقى داخل على موسم انتاج وانت يعني في دي بترجع بقى للفني اللي شغال والمهندس، ناخد من دي كام فسيله، ناخد من دي 2، ناخد من دي، طب كفايه واحده بالظبط عشان ما نجرحهاش او نقلل الجرح عليها. ده نفس الكلام، نموذج لنخله بتسرح مع انها نفس العمر النخل اللي جنبها، بس ما شاء الله بتسرح اطول شويه. فبتدي انتاجيه اعلى بقى للنخله. كل ما بتكبر كل ما ايه، قدرتها على التحمل بتزيد وقدرتها على الانتاج وعلى الانتاج بتزيد. ويبدا فسيلها تخف شويه. ايوه. الانتاج السنه دي حاجه محترمه جدا. تعالي برضو شوفي دي نخله برضو حمولتها الانتاجيه مش عاليه، مش زي اللي جنبها، بس لا ده عاليه. 2 3 4 5 فيها 6 8 فيها 8 عراجين. 8 عراجين 8 عراجين بمتوسط برضو 10 12 كيلو. يعني في انتاج وفيها كثافه عدديه من الفسائل وهكذا. احنا بس ايه لما جينا واتبسطنا وشفنا الانتاج بتاع السنه دي فقلنا نشارككم. لا حاجه مفرحه جدا. الناس اللي بتتفرج علينا بتحب دايما الفيديوهات ان احنا ننقل ارض الواقع ليهم، فقلنا نقول لكم الانتاج السنه دي اخباره ايه. هو دايما يا استاذ محمد اللي بيستثمر في شركه خصوصا في المجال الزراعي بيبقى عايز يشوف نموذج للي انت هتعمله مع مزرعتي في المستقبل. فده النموذج اللي احنا هنقدمه للناس او اللي حضرتك بتقدمه للناس في المستقبل، رعايه وجوده وخدمه وتلقيح احترافي. ناس نخالين هنا انا شفتهم ما شاء الله على مستوى عالي جدا. فالانتاج ده يعني ما جاش من فراغ، على في اعتقادي طبعا عمره ما يكون جاي من فراغ. الارض ما بتديش، بتدي للي صاحبها بيحبها وبيديرها وبيصرف عليها. صحيح. لان دي روح، وانت بتشتغل في اهم روح نباتي النخله. اكيد. فنخش بقى عشان عندنا مهمه كبيره قوي. عندنا قطاعات الزراعات الحديثه. برضو لو انتوا جيتوا ومشيتوا في الزراعات الحديثه حاجه كده، يعني احنا لما بنصور الفيديوهات قبل وبعد، وقت التسويات، وقت واحنا بنعمل الطرق والبنيه التحتيه، ودلوقتي واحنا داخلين في الموقع ومزروع، عندنا 10000 فسيله النهارده مجدول مزروعين. حاجه كده يعني تدعو للفخر. انا كل ما بروح ببقى مش عايز اروح البيت. يعني كان عندنا زياره يعني رجعنا الاتوبيسات بالناس واحنا قاعدين تعالوا ايه نطمن ونقعد مع العمال والمهندسين والنخالين والشغل. فقلنا نعمل فيديو ايه نعيشكم معانا المعايشه اللي احنا عايشينها يعني. يلا نكمل معايشتنا بقى في الزراعات الحديثه. يلا.